القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب. 8211. تحصل ريال مدريد على لقب دوري الأبطال، وذلك بعد الفوز على يوفينيتوس ب4 أهداف لهدف وحيد في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، والتي أقيمت في كارديف. اعتمد الفرنسي زين الدين زيدان في بداية المباراة على تشكيل كالاتي: نافس، مارسيلو، راموس، فران، كارفاخال، كاسيميرو، كروس، مودريتش، إيسكو، كريستيانو رونالدو، بنزيما. على الجانب الآخر دخل ماسيا مليانو اليجري لهذه المباراة بتشكيل هكذا: بيوفون، باريزالي، كيليني، بونوتشي، ساندورو، الفيش، بيانيتش، خضيرة، ديبالي، ماندزوكيتش، هيجوين. انطلقت المباراة بقوة كبيرة من جانب يوفينيتوس، خصوصا بهجمات متتالية عن طريق النجم الأرجنتيني جونزالو هيجوين، ولكن نافس كان يجيد عن مرماه ببراعة، وتصدى كيلور نافس لتصديد خطيرة من ميرال بيانيتش عند الدقيقة 6. بعدها استمرت المحاولات من جانب الطرفين، وعند الدقيقة 21 تمكن البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل الهدف الأول للملوك بعدما استلم تمريرة إرضية من جانب اللاعب داني كارفاخال، ولكي يضع على يمين جيان لويجي بيوفون. لم تدم فرح جماهير ريال مدريد طويلا، إذ تمكن الكرواتي ماريو ماندوكيتش تسجيل هدف التعادل للبيانكونيري بطريقة رائعة للغاية من مقصية مذهلة بعدما استلم تمريرة من جانب اللاعب جونزالو هيجوين. وتواصلت المحاولات بين الطرفين حتى انتهى الشوط الأول من اللقاء على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. مع أحداث الشوط الثاني استمرت المباراة السجال بين الطرفين من أجل البحث عن تسجيل الهدف الأول، وعند الدقيقة 62 تمكن البرازيلي كاسيميرو تسجيل الهدف الثاني للميرنجي بتصديدة قوية ورائعة على يمين الحارس المخضرم جيان لويجي بيوفون. واستطاع كريستيانو رونالدو أن يسجل الهدف الثالث للميرنجي بعدما استلم تمريرة من جانب اللاعب لوكان مودريتش في الدقيقة 64، وقام يجري بإخراج كولا من باريزالي وبيانيتش، وانزل بدلا منهم كوادرادو وكلاويتيو ماركيزيو. وشهدت الدقيقة 78 نزول جاريث بيل بدلا من الفرنسي كريم بنزيما، وسجل إسيانسيو الهدف الرابع للميرنجي عند الدقيقة 90 بتمريرة رائعة من مارسيلو. وتواصلت المحاولات بين الطرفين حتى انتهت المباراة في النهاية بفوز ريال مدريد وتتويجه على عرش أوروبا. طالع تفاصيل المباراة: هدف ريال مدريد، هدف يوفينيتوس، هدف ريال مدريد الثاني، هدف ريال مدريد الثالث، هدف ريال مدريد الرابع. تصنيفات الخبر: دوري الأبطال، ريال مدريد، يوفينيتوس. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك، وشارك ذلك مع أصدقائك. صوت الشعب.